سلسلة الحضارات الأولى القديمة. هل عارف الحضارة التي اخترعت أول عجلة في التاريخ؟ ولا الناس اللي بنت أهرامات بتتحدى الزمان لحد النهاردة؟ ولا الحضارة اللي صنعت أول سيف حديد في التاريخ؟ والنهاردة هناخد رحلة، مش أي رحلة هتشوف فيها بعينك إزاي البشر اتنقلوا من كائنات بدائية لبناة حضارات عظيمة. هتشوف إزاي ربنا سبحانه وتعالى أكرم الإنسان وعلمه ما لم يعلم. تعرف إن في حضارة من الحضارات القديمة كانت بتستخدم الذهب في صناعة الأواني العادية؟ ده غير الذهب اللي كان بيدفن مع الموتى. طب راح فين كل الذهب ده؟ في السلسلة دي هناخد رحلة من سنة 4500 قبل الميلاد لحد 1000 بعد الميلاد. هنشوف إزاي ظهرت الحضارات الأولى، إزاي اكتشف الإنسان المعادن، إزاي بنى الممالك والإمبراطوريات، وإزاي عبد الله الواحد الأحد، وإزاي انحرف للوثنية والشرك. القرآن بيقول لنا: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. خلونا نبدأ ونشوف إزاي الحضارات القديمة بنت وعمرت وإزاي انتهت. أنا محمد، ودي قناة ما لم يقال، قناة تاريخية وثائقية بنفتح فيها أبواب الأسرار اللي تاريخ ما حكاهاش، من لحظة بداية الخلق لانفجار الكون لأول إنسان وطأت قدماه الأرض. نغوص في أعماق العصور، من الحجرية للفرعونية للآشورية للإسلامية لنهضة الشعوب وسقوط الإمبراطوريات. نحكي عن الحروب والمعارك والقادة، عن قيام الحضارات وسقوطها، عن الاستعمار والمقاومة، عن المؤامرات الكبرى والتاريخ اللي اتكتب واللي اتحرف واتنسى. نوصل لعصرنا الحديث ونفهم مع بعض إزاي وصلنا للي احنا فيه دلوقتي. كل ده في رحلة واحدة، من العدم إلى اليوم، في سلسلة ما تتفوتش وحقائق ما تتقالش في الكتب. أهلا بيكم في ما لم يقال. العصور وتطور الحضارات. تعرف إن أول ملك في التاريخ كان بيحكم قرية صغيرة مش متجاوزة 5000 شخص؟ ومع ذلك من هنا بدأت فكرة الإمبراطوريات. خلينا ناخد نظرة سريعة على رحلتنا في السلسلة دي. هنبدأ من العصر الحجري الحديث 10000 ل 4500 قبل الميلاد، وحننتهي بالعصور الوسطى المبكرة 500 ل 1000 ميلادي. رحلة من 10000 سنة قبل الميلاد لحد 1000 سنة بعد الميلاد، يعني 11000 سنة من تاريخ البشرية. سبحان الله، كل ده كان بتدبير إلهي. الله يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس. أولاً، العصر الحجري الحديث 10000 ل 4500 قبل الميلاد. هل تعرف إن البشر سكنوا في نفس المدينة لمدة 8000 سنة متواصلة؟ مدينة أريحة في فلسطين هي أقدم مدينة مأهولة بالسكان بشكل متواصل في التاريخ. في العصر الحجري الحديث حصل تحول كبير في حياة البشر، من الصيد وجمع الثمار للزراعة والاستقرار. في الفترة دي ظهرت أول قرى حقيقية في التاريخ: أريحة في فلسطين، وعين غزال في الأردن، وقرية جرمو في العراق، وأكتل هيوك في تركيا. الإنسان اكتشف الزراعة، بدأ يزرع القمح والشعير والعدس، وبدأ يستأنس الحيوانات، الأغنام والماعز والبقر، وعشان كده بدأ يستقر في مكان واحد، ما بقاش مضطر يتنقل وراء الصيد، وعارف يخزن الطعام، يبني بيوت من الطين واللبن، ويصنع فخار من الطين. والجميل في الفترة دي إن الإنسان بدأ يقدس الأرض، يعتبرها معطاءة، وبدأت الطقوس الدينية المرتبطة بالزراعة، طقوس الخصوبة، طقوس الاستسقاء. وفي الفترة دي ظهرت تماثيل الرب الأم في كتير من الحضارات. طبعا ده انحراف عن فطرة التوحيد اللي خلقنا عليها الله، زي ما ربنا بيقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وفي نهاية الفترة دي بدأ الإنسان يكتشف المعادن. الأول كان النحاس الموجود على سطح الأرض، وبعدين اكتشف إنه ممكن يستخرج المعادن من الصخور. ثانياً، عصر النحاس من 4500 إلى 3300 قبل الميلاد. هل تعرف إن أول معدن استخدمه الإنسان كان الذهب مش النحاس؟ بس الذهب كان للزينة فقط، النحاس كان أول معدن للأدوات. في الفترة دي بدأ الإنسان يصهر النحاس ويصنع منه أدوات أقوى وأمتن من الحجر. النحاس كان موجود في سيناء في مصر، وفي قبرص والعراق وإيران والأناضول.
والجميل في الفترة دي بدأت تظهر أول أشكال للكتابة. في بلاد الرافدين العراق ظهرت الكتابة المسمارية، وفي مصر ظهرت الهيروغليفية. بدأت الزراعة المنظمة بنظام الري، خصوصاً في مناطق زي وادي النيل ووادي الرافدين، والري كان محتاج تنظيم، والتنظيم ده أدى لظهور السلطة المركزية والملوك. وفي الفترة دي ظهرت ثقافات مهمة زي ثقافة العبيد في العراق، وثقافة نقادة في مصر، وثقافة قبرص، والثقافة الكلكوليثية في بلاد الشام. وبالتدريج بدأت المدن تتكون، وبدأت الممالك تظهر، وكل مدينة كان عندها ملك محلي. ثالثاً، العصر البرونزي المبكر من 3300 إلى 2100 قبل الميلاد. اللغز المدهش، هل تعرف إن الرقم اللي بتكتبه كل يوم 1 2 3 اخترعوه في الفترة دي؟ بداية الرياضيات الحديثة. في العصر ده اكتشف الإنسان مزيج النحاس مع القصدير، ونتج عنه معدن البرونز أقوى من النحاس بكتير، وده خلى الأسلحة والأدوات أكثر فعالية. في الفترة دي بدأت الحضارات الكبرى تتشكل بوضوح. مصر القديمة توحيد الوجهين البحري والقبلي على يد الملك مينا، وبدأت الأسرات المصرية. بلاد الرافدين ظهور الممالك السومرية وجلجامش ملك أوروك والملك سرجون الأكادي. حضارة وادي السند مدن موهنجودارو وهرابا في باكستان. حضارة كريت الحضارة المينوئية. حضارة فينيقيا مدن سور وصيدا وبيبلوس على ساحل المتوسط. بدأ بناء المعابد الضخمة والمقابر الملكية والقصور. في مصر بنوا الأهرامات، وفي بلاد الرافدين بنوا الزقورات. ولاحظوا أن كل حضارة بدأت في وادي نهر كبير: النيل، دجلة والفرات، نهر السند. الماء هو سر الحضارة. الله يقول: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. رابعاً، العصر البرونزي الأوسط من 2100 إلى 1550 قبل الميلاد. هل تعرف أن الحرب اللي بتجمع 1000 جندي كانت تعتبر حرب عالمية في الفترة دي؟ في الفترة دي بدأت الإمبراطوريات الكبرى: مصر في عصرها الذهبي، الدولة الوسطى، وبلاد الرافدين تحت حكم البابليين، وخصوصاً حمورابي صاحب أول قانون مكتوب في التاريخ. واللغات بدأت تكون أكثر تطوراً، والكتابة انتشرت، والدبلوماسية والتجارة بدأت بين الحضارات. وصلت التجارة لأبعد مدى، السفن كانت تنقل البضائع من مصر لكريت وقبرص وسوريا. وظهرت حضارات جديدة: الحثيين في تركيا، والميتينيين في سوريا، والعيلاميين في إيران. ومن الناحية الدينية وصل الشرق لأقصى مدى، كل حضارة كان عندها آلهة متعددة، والملوك كانوا بيعتبروا نفسهم آلهة أو أبناء الآلهة. وفي الفترة دي ظهر نبي الله إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، اللي دعا لعبادة الله وحده ونبذ الشرك. الله يقول: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وجاء بعده إسماعيل وإسحاق ويعقوب، وبدأت رسالة التوحيد تصل للناس. خامساً، العصر البرونزي المتأخر من 1550 إلى 1200 قبل الميلاد. هل تعلم إن في نهاية العصر البرونزي المتأخر انهارت معظم الحضارات الكبرى فجأة، ومحدش عارف السبب لحد النهاردة؟ مصر، الحيثيين، ميسينيا، بابل، كلهم انهاروا تقريباً في نفس الوقت. في الفترة دي وصلت الإمبراطوريات القديمة لقمة مجدها: مصر تحت حكم الأسرة 18 وتحتمس الثالث ورمسيس الثاني، والحيثيين تحت حكم سوبيلوليوما، والميسينيين في اليونان، والبابليين والآشوريين. وكان في صراع وحروب كبيرة: معركة قادش الشهيرة بين المصريين والحيثيين، واللي انتهت بأول معاهدة سلام في التاريخ. وفي الفترة دي بدأت رسالة النبي موسى عليه السلام، وكان في مصر مع فرعون. وفرعون ده بيعتبر نموذج للظلم والطغيان. الله يقول: اذهب إلى فرعون إنه طغى. وحصلت قصة الخروج من مصر، وموسى أخذ بني إسرائيل وطلع بيهم من مصر. وفي سيناء نزلت التوراة على موسى فيها تعاليم الله وشريعته. وفي نهاية الفترة دي 1200 قبل الميلاد حصل انهيار غامض لكل الحضارات الكبرى. بعض العلماء بيقولوا كان بسبب شعوب البحر، وبعضهم بيقول زلازل، وبعضهم بيقول جفاف ومجاعات. لكن الأكيد إن معظم الممالك انهارت، وفي القرآن إشارة لإهلاك الله للأمم الظالمة. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. سادساً، العصر الحديدي من 1200 إلى 600 قبل الميلاد.
هل تعلم إن أول قطعة حديد استخدمها البشر كانت من نيزك قبل ما يكتشفوا طريقة صهر الحديد؟ في العصر الحديدي اكتشف البشر طريقة صهر الحديد، وده كان تحول تكنولوجي هائل. الحديد أصعب في الصهر من النحاس والبرونز، محتاج درجة حرارة أعلى، لكنه أقوى بكتير. الحيثيين في تركيا كانوا أول شعب أتقن صناعة الحديد، وبعدين انتشرت التقنية لكل الحضارات. في الفترة دي ظهرت ممالك وشعوب جديدة. الفينيقيون أول شعب ملاح في التاريخ وأول أبجدية حقيقية. الأشوريون إمبراطورية عسكرية قوية سيطرت على الشرق الأوسط. مملكة إسرائيل، داود وسليمان عليهما السلام في فلسطين اللي بنوا مملكة قوية. وسليمان كان من أعظم الملوك في التاريخ، وبنى هيكل القدس وكان عنده ملك عظيم. الله يقول: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وفي الفترة دي برضو ظهر النبي يونس ذو النون، وكان في مدينة نينوى الأشورية في العراق، وبدأت الكتابة الأبجدية تنتشر. والفينيقيون هم اللي اخترعوا الأبجدية اللي بعدين اشتقت منها كل أبجديات العالم. سابعاً، العصور الكلاسيكية القديمة من 600 قبل الميلاد إلى 500 ميلاد. هل تعلم إن الإسكندر المقدوني كان عنده 32 سنة بس لما مات، وكان خلال السنين دي سيطر على معظم العالم المعروف؟ العصور الكلاسيكية شهدت أعظم إمبراطوريات العالم القديم. الإمبراطورية الفارسية، قورش وداريوس وأحشويروش، وحكموا من الهند لليونان. الإغريق، أثينا وسبارتا وثقافتهم الفلسفية والعلمية. الإمبراطورية الإسكندر المقدوني، وحد العالم من اليونان للهند. الإمبراطورية الرومانية، أقوى إمبراطورية في العالم القديم. وفي الفترة دي ظهرت الفلسفة والعلوم بشكل كبير، سقراط وأفلاطون وأرسطو في اليونان، والطب والرياضيات والفلك. وظهرت الديانات الكبرى، البوذية في الهند والكونفوشيوسية في الصين. وفي الفترة دي ظهر المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام في فلسطين، وبدأت الديانة المسيحية تنتشر في العالم. الله يقول: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والإمبراطور الروماني وصلت لأقصى اتساع ليها، وكان شعارها روما المدينة الأبدية. لكن الله له حكمة، وكل إمبراطورية لها نهاية. ثامناً، العصور الوسطى المبكرة من 500 إلى 1000 ميلادي. هل تعرف أن الرومان كانوا فاكرين إمبراطوريتهم هتعيش للأبد؟ لكن في القرن الخامس الميلادي انهارت الإمبراطورية الرومانية الغربية. العصور الوسطى المبكرة شهدت تحولات كبيرة في تاريخ العالم. 1. سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية. 2. ظهور الممالك الجرمانية في أوروبا. 3. استمرار الإمبراطورية البيزنطية في الشرق. 4. انتشار المسيحية في أوروبا. وأهم حدث في هذه الفترة ظهور الإسلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في القرن السابع الميلادي 610 ميلادي. الإسلام انتشر بسرعة مذهلة، وخلال قرن واحد امتدت الدولة الإسلامية من إسبانيا غرباً للهند شرقاً، وبدأت الحضارة الإسلامية تزدهر، وأصبحت بغداد ودمشق والقاهرة وقرطبة من أهم مراكز العلم والثقافة في العالم. وحصلت الفتوحات الإسلامية، وانتشرت الدعوة لعبادة الله الواحد الأحد، واستعادت البشرية فطرتها الأولى للتوحيد. الله يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ربط الأحداث بالرؤية الإسلامية والقرآن. كم نبي أرسله الله خلال الفترة اللي بنتكلم عنها، وإيه مصير الأمم اللي كذبت الأنبياء؟ القرآن الكريم يذكر لنا قصص الأنبياء والأمم السابقة للعبرة والعظة. 1. إبراهيم عليه السلام كان في بلاد الرافدين العراق، وحطم أصنام قومه وبنى الكعبة. 2. موسى عليه السلام كان في مصر وواجه فرعون وأنقذ بني إسرائيل. 3. داود وسليمان عليهما السلام حكما مملكة عظيمة في فلسطين. 4. عيسى عليه السلام ولد بمعجزة من غير أب، وأيده الله بالمعجزات، وكلهم دعوا لعبادة الله الواحد الأحد. الله يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. والأمم اللي كذبت رسلها أهلكها الله: قوم نوح بالطوفان، وقوم هود بالريح، وقوم صالح بالصيحة، وقوم لود بالخسف، وفرعون بالغرق. والأمم اللي اتبعت رسلها أعطاها الله النصر والتمكين،
زي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. سؤال التفكير: لو رجعت بالزمن تختار تعيش في أي فترة وعصر من هذه العصور؟ شاركونا في التعليقات واستنوا الحلقة الجاية من السلسلة، رح نتكلم فيها بالتفصيل عما قبل العصور الوسطى والحضارة الإسلامية. وفي الختام افتكر دايما إن كل حلقة من ال7 سلاسل على قناة ما لم يقال مش بس هتقدم لك معلومة جديدة، لكن هتشوف جانب خفي من التاريخ وتفهم أسرار ما حدش قالها قبل كده. لو نفسك تفهم حكاية الكون من العدم لحد اللحظة اللي بنعيشها النهاردة، اشترك دلوقتي في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الحلقات أول ما تنزل، وما تنساش تعمل لايك لو الحلقة عجبتك. ولو عندك سؤال دايما كان شاغل بالك اكتبه لنا في الكومنتات، ممكن نخصص له حلقة كاملة ونعرضه في السلسلة. وزي ما تعودنا، كل معلومة أو سؤال سمعته في الحلقة النهاردة هتلاقي له شرح مفصل في فيديوهات السلسلة بتاعته، علشان تكتمل الصورة وتفهم القصة من أولها لآخرها بترتيب. ما تنسوش تقولوا رأيكم في التعليقات وتصلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونشوفكم في الحلقة الجاية في ما لم يقال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.